وتعرف توصل بين الاربع نقط دول بثلاث خطوط بس، في الاول هتبدا تفكر في حاجه زي كده، بس بعد شويه هتكتشف انك محتاج تفكر بره الصندوق لحد ما توصل لحاجه زي دي. وده بالظبط اللي عملته اكتر لغه برمجه محبوبه في العالم ل8 سنين متتاليه. وقبل ما اقول لك هي ايه خليني احكي لك حاجه بسرعه كده. معظم لغات البرمجه بتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتثق فيك وبتديك تحكم شبه كامل على الميموري زي في سي وسي بلس بلس، بس ده بيعقد طريقه كتابه الكود وبسببها ممكن تعمل باجز قاتله. مايكروسوفت اعلنت قبل كده ان 70% من الاكسبلويتس اللي حصلت في تاريخها كانت بسبب ميموري باجز. والطريقه الثانيه هي الجاربج كولكشن زي في جافا وجو وبايثون، ودي بتقول لك وسخ يا حبيبي براحتك وانا هنضفها لك. مش براحتك قوي يعني، لان الجاربج كولكشن دي عمليه متكرره بتاخد وقت، وكل مره بتشتغل بتاثر على البرفورمانس. السبايكس اللي بيسببها الجاربج كولكشن دي اضطر الديسكورد مؤخرا ان هم يستغنوا عن جو في واحده من السيرفيسز بتاعتهم ويستبدلوها براست لغه برمجه فكرت بره الصندوق واستخدمت موديل مختلف عن التو موديلز اللي فاتوا. الموديل ده بيعتمد بشكل اساسي على الاونرشيب والبوروينج. كل فاريبل في الهيب بيمتلك سكوب واحد بس. طب لو عايز تفاصيل سكوب تاني هيبقى السكوب الجديد هو الاون، او ممكن تبعت ريفرنس، بس الموضوع ده بيخضع لقوانين صارمه جدا، زي ان ما ينفعش ان يبقى فيه اكتر من ميوتابل ريفرنس واحد في نفس الوقت. الموديل ده خلى راست تعرف امتى تالوكيت ميموري وامتى تفضيها ومن غير ما تستخدم جاربج كولكشن، وفي نفس الوقت بتحقق الميموري سيفتي، وحوار كبير قوي سعادتك.